الله وبركاته. أهلا بكم طلاب وطالبات الصف التاسع الإعدادي في سلسلة دروس العلوم والحياة. إن شاء الله رب العالمين حنكون اليوم في الدرس الرابع والجهاز الرابع ألا وهو الجهاز الليمفي. قبل أن نبدأ علينا أن نذكر أنفسنا بهذه الجملة: كل خلية داخل جسم الإنسان تحتاج إلى الأكسجين والمغذيات من أجل أن تقوم الخلية بعملية التنفس الخلوي اللي هي أكسدة الغذاء من أجل إنتاج الطاقة حتى يتمكن الإنسان من القيام بالعمليات الحيوية والأنشطة اليومية. لكن كيف يتم تبادل المواد؟ كيف يتم تبادل الأكسجين؟ كيف يتم تبادل المغذيات؟ على الرغم من أن الدم الذي يحمل هذه المواد لم يغادر الشعيرات الدموية، كيف تمت عملية التبادل؟ سؤال في محله. عملية التبادل أعزائي الطلبة من خلال السائل الذي رشح من الشعيرات الدموية الشريانية. الشعيرات الدموية الشريانية رشح منها سائل، هذا السائل بيحمل مغذيات وأكسجين، وبعد أن قامت بهذه العملية أصبحت الخلايا تسبح في بحر من هذه السوائل اللي هو السائل البيني أو السائل بين خلوي. إذن أعزائي الطلبة، السائل الراشح من الشعيرات الدموية الشريانية بين الخلايا أثناء عملية تبادل المغذيات والأكسجين بنسميه السائل البين خلوي أو السائل البيني. وهذا السائل يحمل مواد مثل الأكسجين والمغذيات عشان تصل إلى الخلايا، ولكن أثناء عودة هذا السائل يحمل غاز ثاني أكسيد الكربون وبعضا من الفضلات من نواتج عمليات الحيوية داخل الخلايا. وشوف هاي الجملة محلاها: يعود معظم السائل البيني إلى الجانب الوريدي من الشعيرات الدموية. إذا عاد معظم السائل البيني من خلال الجانب الوريدي من الشعيرات الدموية، أين البعض من السائل البيني؟ يتبقى قليل من السائل، وهذا السائل يسير عبر أوعية جديدة بنسميها الأوعية الليمفية، وهذا السائل نسميه أو نطلق عليه اسم الليمف. إذن الليمف هو المتبقي من السائل البيني أو البين خلوي ويسير عبر الأوعية الليمفية. نعم، حدد مسار عودة الليمف إلى الدورة الدموية. كيف يعود هذا الليمف إلى الدورة الدموية؟ يعود من خلال الشعيرات الليمفية ومن ثم الأوعية الليمفية، وفي النهاية يصب في الوريد الأجوف العلوي. إذن تنتهي مسار الليمف في الوريد الأجوف العلوي، ومن ثم يدخل إلى الأذين الأيمن. مما يتكون الجهاز الليمفي؟ يتكون الجهاز الليمفي أعزائي الطلبة من أوعية ليمفية وليمف وأعضاء ليمفية، وهذه الأعضاء مثل الغدة الزعترية، الطحال، العقد الليمفية، ونخاع العظم. وإن شاء الله رب العالمين حنتناول واحدة من هاي الأعضاء. الجزء الأول من الأعضاء الليمفية الطحال. عزيزي الطالب، تأمل معي هذه الصورة، تجد أن الطحال يقع خلف المعدة وتحت عضلة الحجاب الحاجز، والطحال يعتبر أكبر أعضاء الجهاز الليمفي. بماذا يقوم الطحال؟ ما هي وظيفته؟ وظيفة الطحال أعزائي الطلبة يقوم بعملية تنقية الدم من البكتيريا وبقايا الخلايا الميتة، كذلك يقوم بعملية إزالة خلايا الدم الحمراء التالفة، ولذلك أطلقنا اسم مقبرة الدم على الطحال. أما الجزء الثاني من الأعضاء الليمفية العقد الليمفية، وانظر تجد أنها منتشرة على طول الأوعية الليمفية،
وهذه العقد تقوم بعملية تنقية الليمف من الميكروبات أثناء مسير الليمف عبر هذه الأوعية. أما الجزء الثالث والعضو الثالث من الأعضاء الليمفية الغدة الزعترية، وبعض العلماء يطلق على هذه الغدة الثيموسية، وتعتبر من أهم الغدد في جسم الإنسان. وهذه الغدة وظيفتها هي عملية تمايز خلايا الدم البيضاء، يعني فيها بتمايز خلايا الدم البيضاء، وهذه الخلايا المسؤولة عن إنتاج الأجسام المضادة التي تقوم بعملية مهاجمة مسببات الأمراض. أما الجزء الرابع من الأعضاء الليمفية نخاع العظم، وهذا النخاع هو عبارة عن نسيج رخو، وذكرنا في درس سابق وهو درس الجهاز الدوراني أن نخاع العظم يقوم بإنتاج مكونات الدم الخلوية، والتي هي خلايا دم حمراء وبيضاء والصفائح الدموية. لذلك يعتبر نخاع العظم جزءا من الجهاز الليمفي، أنه يقوم بإنتاج مكونات الدم الخلوية. فسر. تحتوي العقيدات والعقد الليمفية والطحال على خلايا ليمفية. هذا الاحتواء سببه من أجل محاربة مسببات الأمراض الموجودة في الليمف. إذا نستطيع أن نطلق على الجهاز الليمفي هو أحد أجهزة الدفاع عن الجسم، لأنه يهاجم ويحارب مسببات الأمراض. هنالك عقيدات ليمفية موجودة في مدخل البلعوم، وأيضا تمنع دخول مسببات الأمراض. هل تعرفون ما هي؟ إنها اللوزتان هي عبارة عن عقيدات ليمفية تمنع دخول مسببات الأمراض. انظر عزيزي الطالب إلى هذه الصورة، ماذا تلاحظ أو ماذا تشاهد؟ إنها مرض أو حالة مرضية تسمى التهاب اللوزتين. هنتعرف على الأسباب والأعراض